عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال محمد رمضان، رجالة أولى ثانوي، رجالة الانتجريتد ساينس. يلا بينا مع موديل إكزام 9. بيقول لي which of the two opposite figure 1 و2 يعتبر بيعبر عن الاتجاه الصحيح للويند ما بين الإكويتور وخط عرض 30. احنا قلنا الصح طبعا هنا هيبقى الشكل 2. ليه؟ لأن دايما الرياح بتروح للإكويتور. اشمعنى؟ لأن عند الإكويتور بيبقى البريشر لو، فيبقى طبعا الإجابة دي 2. كل اللي هنقوله ده بينتج السلفر دايوكسيد اللي هو SO2 ما عدا. تعال نشوف الأويل ريفايننج. لا، اللايتنينج ده كان بيطلع النيتروجين دايوكسيد، يبقى بي. احتراق البترول صح. تسييح المعادن صح، يبقى كله صح ما عدا اللايتنينج. 3. خلاص تحس ان الاكزامات بقت سهله. Which of the following process increase the percentage of water vapor in the atmosphere? Infiltration, concentration, طبعا transpiration، عرق النبات. اللي بعده طبعا احسن ام كرش تمسك علينا النتح. بيقول لك ايه؟ at great depths in the oceans، في الاعماق الكبيره المحيط طبعا الووتر بريشر بيزيد، وكمان الدنسيتي بتزيد لان الجزيئات بتقرب من بعضها. السؤال الخامس بيقول لك انه بسين من ده هيبقى السمك نشاطه اقل ما يمكن. اقل نشاط يعني اقل اكسجين، يعني اقل سولوبيليتي الاكسجين، يعني اعلى درجه حراره. شوف اللفه السوداء، لان كل ما درجه الحراره تزيد السولوبيليتي بتاعت الاكسجين في الميه بتقل، ولما الاكسجين يقل الريسبيريشن يقل، الميتابوليزم يقل، الاكتيفيتي بتقل. اللي بعده some marine organism بتعتمد على تكوين انو ماده عشان تعمل المحار بتاعها. هو في غيره الكالسيوم كربونيت، وكنا بنسمي العمليه دي كالسيفيكيشن. اللي بعده الميه ممكن تدوب ويحصل لها هيدروليز في كل الاملاح، يعني تدوب كل الاملاح اللي هنقول ده اللي هو مين؟ صوديوم كلورايد، صوديوم بايكربونيت، امونيوم بايكربونيت، امونيوم كلورايد. طبعا الصوديوم كلورايد. ليه؟ الصوديوم كلورايد كان بيتكسر ما بيعملش هيدرولايز. انما هيدروليز يعني بيتفاعل، بيتكسر. الميه بتتكسر ل H بوزيتيف و OH نيجاتيف. طب مع ملح الطعام لا، ما كانش بيتكسر، كان الصوديوم بيتحوط بميه والكلور بيتحوط بميه. السؤال الثامن سمكه على عمق 10 متر ماشي، كان الاير بابلز فوليوم بتاعها كان 50 سنتيمتر كيوب. ماشي، السمكة طلعت كانت هنا على عمق كام؟ 10 متر. اهو السمكة اهي، يبقى خليها هنا بقى. ادي البابلز اهي اللي هي امه كام؟ امه 50 سنتيمتر كيوب. واحد يقول لها مثلا انت بتشتغل بالراحة قوي ليه كده؟ ما مش عايزين بقى ايه ام كرش تقول لك بقى ده المستر بيقلبكوا بقى. جاي يا ما جاي. قال لك طيب سوزا فوليوم طبعا لما تنزل لتحت لازم الفوليوم يقل. قول لي ليه؟ لان احنا لما بننزل لتحت البريشر بيزيد، فحجم الفوليوم لازم يقل عن 50. فانا هشوف الرقم اللي اقل من 50 اللي هو كام؟ 25. طب ايه فايدة المعلومة دي؟ انك تعرف ان كل ما ننزل لتحت البريشر بيزيد، فتبقى الاجابة دي. اللي بعده سؤال تشوفه تخاف، لكن هو اصلا شارح نفسه. بيقول لك عندي 4 مواد اكس وواي وزد ودبليو. حلو الكلام؟ ماشي. بيقول لك كان الفيبر بريشر، هو ده الفيبر بريشر بتاعهم اهو. بيقول لي انه ليكويد هيبقى البويلنج بوينت اقل حاجه. طبعا اقل حاجه هي اللي يكون عنده اقل فيبر بريشر، لان لما الفيبر بريشر بيقل معناه انه على طول هيتحول مع درجات حراره قليله، هيتحول لفيبر، يعني هيحصل غليان. يبقى هشوف مين عنده اقل فيبر بريشر، هيبقى هو ده عنده اقل بويلنج بوينت. هو هنا عايز تفهم ان كل ما او الفيبر بريشر والبويلنج بوينت بيزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض، فتبقى الاجابه ايه؟ which of the following بيساعد في تكوين السمج؟ السمج كان بيجي من الاوزون والسلفر دايوكسيد والنيتروجين دايوكسيد والهيدروكربونز. فيبقى الاجابه سي. ليه؟ الاكسجين عمره ما يشارك فيه.
النيتروجين عمره ما يشارك فيه، ده اصلا النيتروجين عشان يتفاعل بيحتاج هاي تمبريتشر ولايتنينج. الارجون ده غاز خامل، يبقى الصح هنا الاوزون والسلفر دايوكسيد. اللي بعده الاوتوتروفيك اكواتيك اورجانيزم، يعني النباتات. اوتوتروفيك يعني كائنات ذاتيه التغذيه، اللي هو النبات. ماله؟ دايما بلاقيه في السطح. ليه موجود في السطح؟ لان السطح فيه مليان large amount of solar radiation، فيبقى الاجابه ايه. اللي بعده الومنيوم 160 وايرن 50. مين الهوت؟ الومنيوم. مين الكولد؟ ايرن. يبقى الهيت هتتحرك بالالومنيوم للايرن، وطالما الاثنين ماسكين في بعض يبقى عن طريق الكوندكشن، يبقى الاجابه بي. اللي بعده بيقول لي all of the following pairs of compound بيشارك في زياده درجه الحراره، يعني بيعمل جلوبال وورمنج لانه جرين هاوس افكت. ما عدا، تعال نشوف. اول حاجه الميثان والكربون دايوكسيد، دول اساسيين في الست نجوم بتوع الجرين هاوس افكت. في 6 غازات بيعملوا كده. طيب الكلوروفلوروكربون والووتر فيبور برضو بيشاركوا. الامونيا والنيتروجين دايوكسيد لا، ما كانوش بيشاركوا. طب الرابعه النيتروز اوكسيد والميثان، ايوه بيشاركوا. يبقى طبعا الاجابه سي، لانه قال اكسبت. استنى عشان ام كيرش ما تقولش حاجه. الجرين هاوس جازز كانوا 5 حاجات، 6 حاجات. مين هما؟ كان الكربون دايوكسيد، الميثان، الاوزون، الووتر فيبور، الكلوروفلوروكربون، النيتروز اوكسيد. شكرا. اللي بعده the force that exerted by the blood during its circulation on unit area of blood vessel wall is called. ده البلاد بريشر. ما هو ده تعريف البلاد بريشر. حلو السؤال ده، يا ريت توقف الفيديو وتحفظ لي التعريف ده صم. ده تعريف البلاد بريشر، القوة اللي الدم بيعملها على جدران الأوعية الدموية. يبقى الإجابة سي. Which region of ultraviolet spectrum when oxygen molecule absorb its photon can break the chemical bond of molecules. تعال نشوف الحتة دي، خدوا بالكم تبع المعاصر، يعني مش موجودة في كتاب قوي، دي موجودة في المعاصر، فأنت تحفظها. بتقف في منطقة اسمها يو في سي، احفظها لي. بتقف في منطقة يو في سي. يبقى الالترا فايولت اللي بيكسر الاكسجين ل او و اسمه في منطقه اسمها يو في سي، تتحفظ صم. يو في سي اسمها كده، يو في سي. اللي بعده في الشكل قدامك سيل اوف ليفنج اورجانيزم that live in a pond water، ماشي، and fresh swamps، مستنقعات النقيه، ماشي. which of the following indicate that it is a plant cell. ايه اللي يعرفني ان دي بلانت سيل؟ تعال نشوف. الواي، ما هي دي جرين بلاستيد صح، ودي مش موجوده غير في البلانت سيل. طيب ال دي لارج فاكيول، ودي برضو مش موجوده غير في البلانت سيل. طب النيوكلاس موجوده في الاثنين، صح ولا مش صح؟ اخليك ناصح. ايه يا عم في ايه؟ يبقى طبعا الاجابه هتبقى دي اللي هي واي وال. اللي بعده سؤال 17 بيقول لي which of the atmospheric layer is used for wireless communication and in which of them does the polar aurora phenomenon occur. تعال نشوف. اولا ده كان بيحصل في طبقه الايونوسفير. طب والاورورا؟ الاورورا برضو في الايونوسفير. ما هما الاثنين كانوا ايونوسفير، انت تشتغلونا، فتبقى الاجابه دي. ايه اللي بعده؟ which of the following solution when mixed together in equal proportion، يعني نسب متساويه of volume give a solution with pH value less than 7، يعني هيديني محلول اسيدك. طيب كربونيك اسيد وصوديوم هيدروكسيد، لا ده يدينا بيزك. هيدروكلوريك اسيد وصوديوم هيدروكسيد ده هيبقى نيوترال. هيدروكلوريك اسيد وامونيوم هيدروكسيد هيدروكلوريك هو ده. طبعا هنا عايز اقول حاجه في السؤال ده. طب والله سؤال حلو، بيعلمك مين الحمض القوي والحمض الضعيف والبيز القوي والبيز الضعيف. احفظ بقى اللي هقوله ده. كربونيك اسيد ويك اسيد، صوديوم هيدرو. طب والله لا اكتبها. الكربونيك اسيد احفظهم لي عشان خاطري، ده ويك اسيد. اللي بعده انما الهيدروكلوريك اسيد، كلوريك اسيد
كلوريك اسيد ده سترونج اسيد. الله يحميك يا حماده. اللي بعده الصوديوم هيدروكسيد ده سترونج بيز. سترونج بيز. طيب ايه تاني؟ امونيوم هيدروكسيد ده ويك بيز. ده ويك بيز، تحفظهم لي بعد اذنك. طيب لو قوي مع ضعيف القوي يظهر، لو الاتنين اقوياء تعادل، لو الاتنين ضعفاء تعادل. اللي بعده طبعا الامونيوم باي كربونيت متعادل، انما الصوديوم باي كربونيت ده كان بيزك. طبعا دول انا بقول لك احفظهم زياده على الثلاثه اللي انا حفظتهم لك قبل كده، اللي هو الصوديوم باي كربونيت بيزك، الامونيوم كلورايد اسيدك، والامونيوم باي كربونيت نيوترال. يبقى هنا الاجابه سي. اللي بعده فحلو السؤال ده عشان نحفظ الاربعه دول اللي انا عملتهم دول دلوقتي. اللي بعده في الشكل اللي قدامك عندي كونتينر فيه 2 ليكويد A و B، كان حجم ايه 10 سنتيمتر كيوب وكتلته 12 جرام. ماشي. which of the following value could be density of liquid B. طيب اولا معنى ان هو مديك فوليوم مماس لايه، يعني بيقول لك روح هات الدنستي، وهقول لك ليه دلوقتي. تعال نشوف الدنستي بتاعت ايه بتساوي ماس على فوليوم. الماس قال كام جرام؟ 12 جرام، والفوليوم 10، يبقى 1.2 جرام لكل سنتيمتر كيوب. طيب الليكويد بي هو ده الليكويد، طبعا ده الليكويد ايه اللي انا لسه جايبه بكام؟ 1.2. طالما الليكويد بي فوق الليكويد ايه يبقى كثافته لازم تكون اقل من الرقم ده، يبقى انا هختار من الاختيارات اي رقم يكون اقل من 1.2، هيطلع 0.8. ليه؟ لان انا كنت علمتك اللي عنده هاي دينستي ينزل لتحت، واللي عنده لو دينستي يطلع لفوق. سؤال 20 which of the following impact is considered a direct result of overfishing. يعني لما اصطاد بكميه كبيره ايه التاثير المباشر؟ تعال نشوف. هل هيحصل زياده للبريداتوري فيش؟ ازاي اصلا؟ هل هيحصل امبالانس؟ هي دي من الاخر، طالما في اوفر فيشنج يبقى في عدم توازن في البيئه المائيه. سؤال 21 calculate the amount of heat. عايز الكيو ثيرمال. ماشي. ام سي دلتا تي required عشان نسخن 50 جرام ادي الماس، بس هقسم 50 على كام؟ على 1000 عشان احولها من جرام لكيلو جرام. والسبيسيفيك هيت 385، الدلتا تي من 20 ل 80 يبقى في 60. شكرا. استنى اما اعملها انا حاسب. يبقى 50 على 1000 في 385 في 60 هتطلع 1155 جول. اللي بعده بيقول لي قول لي نوع الادابتيشن في السلمون. السلمون ميجريشن كان بيهيفيرال سلوكي. بيقول لي الفانكشنال ستابيليتي اوف كونتراكتايل فاكيول ان اميبا. الاميبا كانت بتعمل ايه؟ كانت ريموف ذا انكريزنج ووتر، يعني بتتخلص من الميه الزياده from the cell to outside. شكرا.